تعرف ان ليجو كانت على بعد خطوه من الافلاس؟ خلينا نرجع خطوه لورا. في نهايه التسعينات ليجو كانت اسم عالمي وكعبات بسيطه، طفل بيبني اللي هو عاوزه بخيال مفتوح. لكن السوق هنا اتغير، العاب الكترونيه بقى وشاشات وبلاي ستيشن. الاداره خافت ان ليجو تبقى قديمه فقررت تتوسع، ملاهي، العاب فيديو، مجموعات معقده وشخصيات اكتر كل سنه، لحد ما عدد القطع المختلفه وصل لالاف القطع. القطع دي مش بتركب غير في مجموعات محدده. هنا التعقيد زاد، التكلفه زادت، والمخازن اتملت بمنتجات ما بتتحركش اصلا. وفي 2003 ليجو سجلت اكبر خساره في تاريخها. المشكله انها ما كانتش في الاطفال، المشكله ان ليجو نفسها بقت اعقد من فكرتها البسيطه اللي هي مش شويه مكعبات. هنا كان قدامهم اختيارين: يا يكملوا توسعهم ويدخلوا سباق العاب هم مش الاقوى فيه وسط زحمه الالكترونيات اللي محتاجه استثمار وضغط مستمر، يا يعملوا العكس تماما، يقللوا عدد القطع وركزوا على تطوير الاساس اللي هم اصلا شاطرين فيه. القرار ده كان صعب جدا لانه معناه اعتراف واضح ان سنين من التوسع كانت غلط، لكن العبقريه كانت هنا. ليجو فهمت انها مش محتاجه تبقى اقوى في سوق تاني، هي محتاجه تبقى اوضح في سوقها هي. فوقفت التوسع، لغت مئات المنتجات، ورجعت التركيز للمكعب اللي هي بدأت بيه. التعقيد اختفى، التكلفه نزلت، والهويه رجعت واضحه. والدرس هنا ان مش كل فرصه تستاهل تدخلها، واحيانا اقوى تقدم ليك في السوق مش انك تركز على انك تكبر، لكن انك تفضل محافظ على الميزه اللي محدش يقدر ينافسك فيها.